يعني الحمد لله انا كان اخر حاجه ليا في الدراما مشوار الونش، كنت بعمل فيها شخصيه سيد اللي هو مريض نفسي، والراجل ده كان عنده مشكله نفسيه ان هو بيتأتأ. بشكر الاستاذ عمر هلال جدا، مخرج فيلم فوي فوي، هو الراجل امن بيا واختارني. انا اشتغلت معاه اعلان في 2017، اعلان واحد للاتصالات، وروحت البيت 2022 مكالمه تليفون من رقم الاستاذ عمر هلال، انا عايزك معايا في فيلم وشوف الفرصه عامله ازاي. لقيت فرصه ذهبيه. قلت له انت فاكرني منين؟ قال لي من ساعه الاعلان انت معلم معايا لانك فيك شبه من فراج، وانا بحب فراج، والفيلم ده اصلا بطوله فراج وانت هتشتغل معاه. فعشان كده انا حبيت جدا ان الراجل ده قد ايه بيركز مع الممثلين والشباب. بشكره جدا. بشكر الاستاذ محمد حفظي، الراجل ما اتاخرش علينا في اي حاجه. يعني تجربه الحمد لله كانت مهمه جدا في حياتي، ويمكن اتعلمت فيها حاجات كتير. انا كممثل مطلوب مني اتعلم كذا حاجه، ويمكن من الحاجات اللي اتعلمتها في الفيلم ده التعامل مع المكفوف، وحياته عايشه ازاي، وازاي بيلعب ماتشات، وازاي بيهتموا بيه، وازاي بيعيش. وبعد كده اتعلمت الطبله والرق والجيتار. هو في ايه؟ انا جاي اعمل ايه يا استاذ عمر؟ كان كل شويه يطلب مني اتعلم مني حاجه جديده. فالحمد لله يعني انا مبسوط جدا بالتجربه. كواليس الفيلم كلها رائعه. عايز اقول لك ما كانش في فرق ما بين نجم وما بين شاب موهوب، ما فيش فرق ما بين حد. طه دسوقي يعني كان تاني تجربه مع بعض. امجد الحجار اشتغلنا مع بعض، كلنا استاذه نيلي كريم اشتغلت معاها 100 وش، فراج قبل كده اشتغلت معاه. يعني التعامل كان الحمد لله كواليس هاديه جدا. ولكن في نصبايا قعدنا نتفق عليها يعني بره الفيلم. كان فراج بيجي يقول لي شويه حاجات، يقول لي خلي بالك اعمل كذا واعمل كذا. فراج ممثل جامد جدا يا جماعه، ولما بيركز في التمثيل قوي بيحب اللي قدامه، فبيقول لك هات وخد. فانا بحبك جدا يا فراج، بقولها لك يا فيجو. ان الكواليس معاك مهمه جدا، وانا بشكرك جدا يعني مكان الكاميرا. والله الخساره هو اللي بيخسر. احنا كلنا بنسمى فريق عمل، زي ما انتوا عندكم فريق عمل، زي ما اي حاجه مش هنعتمد على واحد. في ناس فعلا، في نجوم يخاف يشتغل مع حد يكون شاطر، بس انا ده ما عشتوش كتير الحمد لله. بالنسبه للفيلم انا عشت مع نيلي كريم يا جماعه عسليه عادي. انا بهزر وبنتعامل مع بعضينا. محمد عبد العظيم الراجل اللي بحس ان هو كوتش، بيومي فؤاد، محمد فراج، طه دسوقي، الناس دي كلها يا جماعه كانت جميله جدا جدا، والتعامل معاها كنا متعاونين مع بعض. يمكن ده نجحنا.